لو انت شفت منتخب اسبانيا في كاس العالم 2022 كنت هتقول صعب ان منتخب زي ده يفوز او حتى يترشح للفوز ببطولة، وده بسبب اسلوب اللعب اللي بيعتمد عليه انريكي، هو الاستحواذ حتى لو من غير فايده او خطوره، رغم انهم في اول ماتش من البطوله فازوا على كوستاريكا بنتيجه 7-0، وساعتها المنتخب نال اشاده كبيره بعد الفوز بالنتيجه دي. لكن بعد كده مستوى المنتخب الاسباني بقى متذبذب ويخسروا من اليابان في الجوله الاخيره بنتيجه 2-1، واحتلوا المركز الثاني رغم ان اسبانيا كان متساوي في النقط مع المانيا، بس اسبانيا هم اللي اتاهلوا، وده بسبب فرق الاهداف عشان يقابلوا المنتخب المغربي في الدور ال 16 ويخسروا منهم في ركلات الترجيح بنتيجه 3-0، ويخرج منتخب اسبانيا من البطوله. وبعد خروج المنتخب الاسباني من البطوله بيومين اصدر الاتحاد الاسباني بيان شكر للويس انريكي عن اللي قدمه، اللي هو يعني قرار رحيله عن التدريب وبدء مشروع جديد للمنتخب الاسباني، اللي بعد كده هيعلنوا تولي المشروع ده المدرب لويس دي لافوينتي. لما تم الاعلان عن تعيين دي لافوينتي مدرب لمنتخب اسبانيا، الناس اتفاجئوا وما تحمسوش بالتعيين ده، كان في كتير منهم اول مره يسمعوا عنه، وحتى معظم الناس اللي عارفه سيرته الذاتيه بانه كان بيدرب منتخبات الشباب الاسبانيه، واللي هو فاز قبل كده مع منتخب اسبانيا تحت 19 سنه ببطوله اليورو عام 2015، ومع منتخب اسبانيا تحت ال 21 سنه ببطوله اليورو عام 2019، وكانوا بيعتبروا النجاح ده نجاح منظومه اكتر من كونه نجاح شخصي ليه. عشان كده واجه دي لافوينتي انتقادات من بدايه قرار تعيينه ده، بس هو كان بيواجه الانتقادات دي بهدوء وباجابات منطقيه، زي انه لما كان في مؤتمر صحفي واتسال عن افتقاره للخبره الكافيه على انه كان لاعب محترف لمده 15 سنه، وانه فاز بالقاب وكان لاعب دولي على مستوى الشباب باستثناء المنتخب الاول، وقال كمان انه درب 16 لاعب اللي كانوا ضمن قائمه منتخب اسبانيا في كاس العالم، وقال اذا كان هناك اي شخص في اسبانيا يعرف حاضر ومستقبل كره القدم الاسبانيه فهو انا. واحب اقول لك ان اللعيبه اللي كان بيدربهم دي لافوينتي وكسب معاهم بطوله اليورو تحت ال 21 سنه هم يوناي سايمون وفابيان رويز وداني اولمو ومايكل ميرينو ويروزابيل وداني سيبايوس، عشان كده ما كانش صعب على اللعيبه او على المدرب الانسجام بسرعه. ولو فكرت فيها شويه تلاقي فعلا المدرب زي ده اللي عنده خبره في تدريب منتخبات الشباب هو الانسب في الوقت ده للتدريب المنتخب الاول، لان ده فعلا كان يعتبر البدايه لبناء جيل جديد للمنتخب الاول اللي كان بيضم لامين يامال ونيكو ويليامز وفيرمين لوبيز وفيران توريس وبيدري وداني اولمو اللي ساهموا بعد كده في الفوز بالبطوله. واللي كمان يبين هدوء وقوه شخصيه المدرب ده وانه في بعض قراراته لما قرر استدعاء ناتشو للمنتخب اللي كان عمره ساعتها 33 سنه واللي كان متغيب 5 سنين عن المنتخب، والقرار ده اثار علامات استفهام خصوصا انه ما كانش بيشارك بانتظام مع فريقه. وكان من ضمن الانتقادات اللي كانت بتتوجه على المنتخب الاسباني اسلوب اللعب اللي كان بيعتمد عليه انريكي، هو الاستحواذ الكتير اللي ساعات كتير بيفشل في تحويله الاهداف. عشان كده تعهد المدرب دي لافوينتي انه هيخلي التسجيل اولويه للمنتخب في الفتره اللي جايه، وان كمان هيبقى فيه مرونه وسرعه واتساع في الملعب، وده اللي فعلا اشتغل عليه واللي شفنا نتيجته في شكل المنتخب الاسباني في بطوله اليورو، هو ان المدرب اعتمد على لعيبه عندهم السرعه على الاطراف زي لامين يامال ونيكو ويليامز مع قدرتهم طبعا على اختراق الدفاعات، ده غير كمان ان اسلوب المنتخب بقى ابسط واكتر واقعيه. وقبل ما انتقل معاك على طول بطوله اليورو 2024 واحداثه، هنشوف الاول شكل المنتخب كان عامل ازاي في تصفيات بطوله اليورو، انها كانت اول الماتشات الرسميه للمنتخب مع المدرب لويس دي لافوينتي، ونشوف ردود الفعل كانت عامله ازاي ساعتها. في اول ماتش لاسبانيا ضد النرويج كان في تخوف شويه من مشجعين اسبانيا على الاداء، رغم ان اسبانيا فازت في الماتش ده بنتيجه 3-0، لكن هم ما قدروش يحسموا الفوز بدري ويحولوا الاستحواذ الكتير لفرص خطيره. وفي المقابل النرويج بدات تضغط على اسبانيا بعد ما لقوا نفسهم متاخرين بهدف وكانوا قريبين من التسجيل كمان، لكن كان ناقصهم بس الانهاء قدام الجون، لحد ما المدرب دي لافوينتي عمل تبديلات كويسه رجعت لاسبانيا السيطره على الماتش. وكان التبديل الافضل تاثيرا هو نزول اللاعب خوسيلو في الدقيقه 81 عشان بعدها بدقيقتين يسجل الهدف الثاني لاسبانيا، وبعدها في الدقيقه 85 يسجل الثالث ويحسم الفوز لمنتخب اسبانيا. وعلى فكره ده كان اول ماتش دولي لخوسيلو مع المنتخب. في الماتش الثاني واجهوا منتخب اسكتلندا، وبسبب الماتش ده دي لافوينتي تعرض لهجوم وانتقادات من الصحافه الاسبانيه والاعلام لانهم خسروا بنتيجه 2-0، وده كان يعتبر ثاني ماتش رسمي ليه، وناس كتير بعد الماتش كانوا بداوا يشكوا انه الخيار الافضل للمنتخب. بس رغم الانتقادات دي منتخب اسبانيا من بعد الماتش ده تقدر تقول ان المنتخب الاسباني بدا يلاقي نفسه او يتحسن. وعلى فكره كل ده كان لسه لامين يامال ما شاركش مع المنتخب حتى. في الماتش اللي بعده ده اللي كان اول ظهور للامين يامال مع المنتخب وهو كان ماتش اسبانيا ضد جورجيا، وفي الماتش ده اكتسح اسبانيا منتخب جورجيا بتسجيلهم 7 اهداف مقابل هدف واحد، ولامين يامال في اول ظهوره قدر يسجل اول هدف ليه عشان يسجل الرقم قياسي كاصغر لاعب يسجل في تاريخ تصفيات اليورو وهو ابو عمر 16 سنه، والهدف اللي سجله يامال كان من اسيست نيكو ويليامز، الثنائيه اللي هتنفجر في اليورو واللي تحسها بدات من ماتش جورجيا. وطبعا ما ننساش تالق موراتا في الماتش ده بتسجيله هاتريك. وبعد الماتش ده طبعا يعتبر المنتخب طمن جمهوره شويه على المستوى، والانفجار اللي عملوه قدام جورجيا قدروا يكرروه تاني قدام منتخب قبرص ويفوزوا عليهم بنتيجه 6-0. وبعدها المنتخب الاسباني ما خسرش ولا ماتش، وقدروا كمان يرجعوا طارهم من منتخب اسكتلندا ويفوزوا عليهم بنتيجه 2-0 اللي هي نفس النتيجه اللي خسروا منهم في الجوله الثانيه، ده غير انهم طبعا تصدروا اول المجموعه عشان بعد كده يضمنوا التاهل لليورو بسهوله. نيجي بقى اخيرا لبطوله اليورو اللي اقيمت في المانيا، ومنتخب اسبانيا مجموعته كانت بتضم ايطاليا اللي كانت طبعا توجت ببطوله اليورو النسخه الاخيره 2021، ومنتخب كرواتيا اللي اخذ احسن ثالث في كاس العالم قطر 2022، واخيرا منتخب البانيا. بس كده.
المجموعه دي على الورق اكيد مش سهله، بس تعالى نشوف مشوار منتخب اسبانيا ونشوف لعبهم اتطور ازاي. والمره دي انا مش لوحدي، هيبقى معايا عمر مهدي وهنحكي لكم مشوار اسبانيا الممتع في اليورو ده. في الجوله الاولى واجه اسبانيا منتخب كرواتيا، والماتش ده بدا فيه لامين يامال كاساسي عشان يبقى اصغر لاعب يشارك في اليورو. منتخب اسبانيا لعب باسلوب الضغط العالي او المتقدم، وده اللي خلاهم يقدروا يسيطروا على الماتش ويوقعوا لعيبه كرواتيا في اخطاء متكرره بالكوره ويستغلوها بهجمات خطيره على المرمى. عشان منتخب اسبانيا في اول نص ساعه من الماتش يسجل هدفين، وقبل ما الشوط الاول يخلص بثواني لامين يامال يعمل عرضيه حلوه قوي توصل لداني كارفاخال عشان يسجل الهدف الثالث، ويبقى منتخب اسبانيا يعتبر حسم الفوز من شوط واحد. وما ننساش برضه تالق الحارس اوناي سايمون اللي قدر كمان يصد ضربه جزاء بعد ما يعتبر هو اللي كان متسبب في الخطا ده. وفي الماتش ده كان نسبه الاستحواذ اكتر لكرواتيا. ايوه ايه المشكله يا سلطان؟ هقول لك. كان اسلوب اسبانيا قبل توليد دي لافوينتي هو اسلوب اللعب التيكي تاكا والاستحواذ الكتير حتى لو من غير خطوره او فرص، لكن في الماتش ده بالذات يثبت لك تطور منتخب اسبانيا تحت قياده دي لافوينتي، وهو التركيز على تسجيل الاهداف اكتر وان الفريق يكون اكتر خطوره وفعاليه على المرمى. الجوله الثانيه كانت قدام منتخب ايطاليا. الماتش ده مش هقول لك ان اسبانيا كان اكتر هجوما على الجون، لا ده كمان كان اكتر استحواذ وسيطره على الماتش بالكامل، ولولا تالق الحارس دوناروما كان زمان الماتش خلصان 3-0 مستريح. ده حتى الهدف الوحيد اللي دخل في ايطاليا كان هدف عكسي، ولو جينا نشوف الاحصائيات هتلاقي ان حارس اسبانيا ما تصداش غير لكره واحده بس، اما الحارس دوناروما تصدى ل8 كور، وده يبين لك القوه الهجوميه لمنتخب اسبانيا. وسيبك حتى من التصديات، لو جينا نشوف الفرص الخطيره هتلاقي ان اسبانيا كانت 6 فرص وايطاليا فرصه واحده بس خطيره على المرمى. وطبعا ما ننساش الشاب ذو 16 سنه اللي ظهر بشكل كويس في الماتش ده، واللي كان بتلعب بدفاعات ايطاليا، وكمان كان قريب من تسجيل هدف R2 بس تعدي الكره في الاخر بجوار القايم. واخيرا ما ننساش رجل المباراه كوكوريا اللي لعب ماتش دفاعي وهجومي كويس جدا واللي واصل في التالق في الماتش الثاني. وبكده ضمنت اسبانيا التأهل لدور ال16 بعد الفوز قدام منتخب ايطاليا. عشان في الماتش الاخير من دور المجموعات يبدا دي لافوينتي بالبودلة قدام منتخب البانيا، والماتش ده اللي تألق فيه الحارس ديفيد رايا ومنع البانيا من التسجيل في كام كوره خطره. وطبعا حال منتخب البانيا عكس حال اسبانيا اللي كانوا نازلين الماتش ده محتاجين فيه الفوز لمحاوله التأهل، لكن يجي داني اولمو في الدقيقه 13 يمرر بينيه لفيران توريس عشان يسجل منها الهدف الاول لصالح منتخب اسبانيا. ورغم محاولات البانيا للرجوع والتسجيل الا ان في الاخر الماتش يخلص بنتيجه 1-0، ويبقى كده منتخب اسبانيا صدر المجموعه ب9 نقط من غير ولا خساره وبجداره. وده يعتبر اول مره من 2008 يفوز اسبانيا بكل ماتشات دور المجموعات في بطوله كبيره زي اليورو او كاس العالم. وعلى فكره منتخب اسبانيا في دور المجموعات ما دخلش فيهم هدف واحد، وده يبين لك ان اسبانيا سواء على الورق او في الملعب انهم جايين ياخدوا البطوله ويقولوا للناس احنا نستحقها. نروح بقى للادوار الاقصائيه، ومنتخب اسبانيا بيواجه منتخب جورجيا اللي لو فاكرين اسبانيا كانت كسبتهم 7-1 في مرحله التصفيات. وعلى الناحيه الثانيه منتخب جورجيا كان بيعاني في مرحله التصفيات لحد ما تاهل لدور ال16، لان المنتخب الجورجي تاهل بصعوبه لليورو بعد ما لعب ماتش الملحق قدام اليونان وكسبهم بركلات الترجيح. ولما تاهلوا لدور ال16 في اليورو حتى لما صعدوا كاحسن ثالث في دور المجموعات في اليورو. المهم نروح لماتش اسبانيا وجورجيا على طول. الماتش طبعا بدا بسيطره من المنتخب الاسباني، لكن في الدقيقه 18 منتخب جورجيا بيروح بهجمه مرتده تعمل عرضيه ومدافع اسبانيا روبن لو نورماند يسجل الهدف في مرماه. هنا يسجل في شباكه عن طريق الخطا وتهتز شباك اسبانيا. وطبعا بعد الهدف ده زاد ضغط اسبانيا على منتخب جورجيا لحد الدقيقه 39. رودري بيشوط كوره من على خط ال18 عشان في الاخر تدخل في الشباك ويتعادل المنتخب الاسباني قبل نهايه الشوط الاول. نعم هو رجل المهمات الصعبه وهو مفتاح الصعاب. في الشوط الثاني تقدر تقول ان مفيش حاجه اتغيرت، نفس الضغط ونفس السيطره اللي كانت عاملاها اسبانيا في الشوط الاول، ويمكن في الشوط الثاني زادت السيطره اكتر للمنتخب الاسباني. ومعظم لعيبه اسبانيا في الماتش ده كانوا في وضع الاون فاير، والناحيه الثانيه المنتخب الجورجي بيدافع بال10 لعيبه وبيلعبوا على الهجمه المرتده او بيحاولوا يخطفوا الكوره من اي تمريره غلط عشان خاطر يسجلوا منها. وما نجحوش تقريبا في الاسلوب ده غير مرتين 3 تقريبا في الشوط الثاني، وكانت اخطرهم كره كفاراتسخيليا اللي كان قريب من التسجيل من تصويبه بعيده بعد ما شاف حارس اسبانيا متقدم، لكن الكره في الاخر عدت بجوار القائم. والمنتخب الاسباني كان بيحاول كتير عشان يتقدموا في النتيجه لحد ما لامين يامال بيتلاعب بدفاع جورجيا عشان يكسب فاول، وبالفعل يكسب فاول على حدود ال18 واللي شاط منها كوره خطيره، لكن حارس جورجيا مامردشفيلي اللي كان متالق في الماتش ده صدها، لكن الكوره ترجع على طول لاسبانيا عشان تروح تاني لامين يامال ويعمل عرضيه بالمسطره على دماغ فابيان رويز عشان يسجل منها الهدف الثاني. في الهدف الثالث بقى تحس ان اسبانيا سرقت اسلوب الهجمه المرتده بتاع منتخب جورجيا عشان هم المره دي اللي بيخطفوا الكوره عن طريق فابيان رويز اللي يوصل كره طوليه حلوه قوي لنيكو ويليامز عشان يروح بيها على طول ناحيه الجول ويسجل الهدف الثالث في الدقيقه 75. ويليامز يسجل
وبعد كده يختتم داني اولمو بالهدف الرابع والاخير في الدقيقه 83 عشان يحسم الفوز لمنتخب اسبانيا بجداره وياكدوا مكانتهم بقوه للترشح للبطوله. طب كان ايه لازمتها الاكشن ده كله يا جورجيا؟ يعني ما كنت تتغلبي بالذوق. عشان بعد كده قابلوا صاحب الارض المنتخب الالماني في دور ربع النهائي، الماتش اللي هيبقى فيه نديه ما بينهم لاخر دقيقه. ده غير كمان ان كان فيه تدخلات عنيفه بالذات من لعيبه المنتخب الالماني على اللعيبه الاسبانيه، وطبعا من ضمن التدخلات دي تدخل توني كروس على بدري اللي بسببه خلاه يتصاب في الماتش ده واللي مشاركته في بقيه الماتشات بسبب الاصابه دي، عشان بعد كده يطلع بدري في الدقيقه 8 وينزل بداله داني اولمو اللي هيتالق في الماتش ده وياخد رجل المباراه. وتوني كروس الماتش ده كان اخر ماتش ليه في مسيرته. المهم الماتش بدا بضغط وهجوم من المنتخبين وفرص كتيره خطره، لكن نوير وناي سايمون دايما بالمرصاد والتالق قدام الكور او التهديدات الهجوميه دي بتصديات روعه منهم. لكن في الشوط الثاني وفي الدقيقه 51 بينما دفاع المانيا مركزين على الكره تحت قدم يامال هيعمل بيها ايه او هيشوطها ازاي عشان يفاجئهم او يكتفي بباص بسيط لداني اولمو اللي جاي من نص الملعب عشان يسجل منها هدف التقدم لمنتخب اسبانيا، عشان بعد الهدف ده يدفع مدرب المانيا باوراقه الهجوميه عشان يحاول يرجع بالنتيجه في الماتش. وفعلا زاد الضغط الالماني وحاولوا يسجلوا من كام فرصه كانت خطيره فعلا، منها كوره روبرت اندريتيتش واللي تصدى ليها اوناي سايمون ببراعه، وكوره البديل فولكورج، بس المره دي العارضه هي اللي تتصدى. ورغم الفرص الضايعه دي الالمان ما استسلموش وحاولوا كتير يسجلوا. وفي الدقيقه الاخيره من الماتش تحديدا في الدقيقه 89 كره عرضيه ولمسه راسيه من كيميتش اللي توصل في الاخر لفيرتس عشان يسجل اخيرا هدف التعادل للالمان بعد محاولات هجوميه وتدخلات عنيفه وكروت صفرة طول الماتش، عشان بعد كده يروحوا للاشواط الاضافيه. والضغط الالماني كان مازال مستمر برضه وكان اقرب للتهديف، وكان اخطر كره في الدقيقه الاخيره من الشوط الاول الاضافي تسديد فيرتس اللي كان قريب من التقدم في النتيجه. مش فاهم انا الدقيقه الاخيره دي الالمان بيحصل لهم فيها ايه. وفي الشوط الاضافي الثاني تحديدا في الدقيقه 105 حصلت لقطه جدليه يمكن لحد دلوقتي الالمان ما عرفوش يموفوا اون منها، وهي لمسه يد كوكوريه على الكوره بعد تسديده موسيالا اللي كانت رايحه على الجون، لكن الحكم ما حسبهاش ضربه جزاء واشار ساعتها بالاستمرار. وبعد كده في الدقيقه الاخيره في حين كان المنتخب الالماني خلاص بيستعد لركلات الترجيح بعد ما فشلوا في التسجيل قدام الحارس وناي سايمون اللي كان مازال متالق حتى في الاشواط الاضافيه، يجي على طول البديل مايكل ميرينو يرد على الالمان ويقول لهم مش انتوا بس اللي بتسجلوا في الدقيقه الاخيره، عشان هو المره دي يسجل في الدقيقه 119 من ضربه راسيه عن طريق عرضيه داني اولمو السوبر سب اللي نزل كبديل اضطراري لبدري. وبعد كده خلاص في الدقيقه الاخيره من الوقت بدل الضائع يجي كارفخال يرد على الالمان برضو يقول لهم مش لوحدكم برضو اللي عاملين فيها اشباح وبتاخدوا كروت، عشان بعد كده هو ياخد كارت احمر من فاول ملوش اي لازمه اللي هيمنعه بعد كده من المشاركه في ماتش نصف النهائي، ويخلص اخيرا الماتش بفوز الاسبان بنتيجه 2-1 عشان يقابلوا المنتخب الفرنسي بدور نصف النهائي، الماتش اللي هربان من النهائي حرفيا. بس قبل ما عمر مهدي يحكي لكم احداث الماتش كان في تصريح لرابيوت قبل الماتش لما اتسال على ان الحدث ده اكبر من يتحمله النجم الاسباني صاحب 16 عام اللي هو لامين يامال يعني، وكان رد رابيوت على السؤال ده انه هيكون من الصعب على لامين يامال التعامل مع نصف النهائي في بطوله كبيره، وقال كمان ان الامر متروك لنا للضغط عليه واخراجه من منطقه راحته وللوصول الى نهائي اليورو عليه ان يقدم اكتر من مقدمه حتى الان. وكان رد لامين يامال على الكلام ده انه نزل صوره عنده في اسطوري الانستا بمعناها العربي تحرك بصمت وتحدث فقط عندما يحين وقت قول كش ملك حرفيا يعني. المهم نروح لماتش اسبانيا وفرنسا. الماتش بيبدا والسيطره والاستحواذ اكتر للاسبان واللي عرفوا يروحوا على الجون في اكتر من هجمه واختارها عرضيه لامين يامال لفابيان رويز اللي ضيعها في الاخر. انا شفت فين المشهد ده قبل كده، تحسوا نفس اللقطه اللي سجل منها فابيان رويز قدام جورجيا. المهم رغم كانت السيطره للاسبان الا ان فرنسا كانت بتعرف تخطف هجمات خطيره على المرمى، واللي عرفوا فعلا يسجلوا هدف من ضمن الهجمات دي عن طريق كولومواني من عرضيه كيليان امبابي عشان يتقدموا على المنتخب الاسباني في الدقيقه 9. لكن النتيجه دي ما استمرتش كتير عشان في الدقيقه 21 لامين يامال يسجل اول هدف ليه في البطوله، ومش اي هدف، ده هدف هيفضل في ذاكره مشجعين كره القدم عموما. جمال 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 يا له من لامين ويا له من جمال، يا له من لامين ويا له من جمال. لامين جمال مالوش مثال ولا في الخيال، صدق اللي قال زي الغزال جميل جمال. وده بسبب جمال الهدف وفي تأثيره طبعا، وكمان عشان لقطة الهدف اللي تم تسجيله قدام رابيوت اللي ظهر معاه في صورة التسديد أو الهدف، وده لأنه قال إن لامين يامال هيكون من الصعب عليه التعامل مع سيمي فاينال اليورو عشان يجي الرد من يامال في الملعب بطريقة ولا أروع. وبعد كده يجي داني أولمو في الدقيقة 25 يثبت وجوده في التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي ويسجل هدف التقدم بتسديدة قوية معرفش يصدها كوندي برجله عشان تخبط فيه وتدخل الكرة في الجون. وبعد الجون ده حاولت أسبانيا تتعلم من الماتش اللي فات قدام ألمانيا إنها
انها ما تسيبش الكرة للخصم بعد ما تقدموا في النتيجة. وفعلا المنتخب الاسباني في الشوط الاول بالذات وبعد الهدف اللي سجلوه كانوا هم اللي مسيطرين اكتر على الكرة، لكن في الشوط الثاني نزلت فرنسا بضغط وسيطرة اكتر من الشوط الاول، وكانوا هم اللي المرة دي الاكثر تهديدا على المرمى المنتخب الاسباني. بس كان اوناي سيميون والدفاع وحتى المهاجمين اللي بيأدوا الادوار الدفاعية كانوا صامدين قدام معظم الهجمات الفرنسية، عشان الماتش في الاخر يخلص بنتيجة 2-1 لصالح المنتخب الاسباني، ولامين يامال الشاب اللي عنده 16 سنة ياخد رجل المباراة في الماتش ده. عشان بعد كده يواجه اسبانيا في الدور النهائي المرشح الاول للبطوله المنتخب الانجليزي، المنتخب اللي وصل للنهائي في المره الثانيه على التوالي في بطوله اوروبا بعد ما خسروا في نهائي يورو 2020 بركلات الترجيح قدام ايطاليا. وماتش النهائي ده فارق جدا للمنتخبين، لان انجلترا كانت عايزه تكسر صيام البطولات اللي قدام 58 سنه ومحاوله تحقيق بطوله اليورو لاول مره في تاريخهم. والجانب الثاني مشروع منتخب اسبانيا مع المدرب دي لافوينتي اللي كانوا متالقين طول البطوله واللي اثبتوا جداره المشروع ده، واكيد هم هيبقوا عايزين ينهوا او يكملوا المشروع ده بالفوز بالبطوله. ده غير كمان ان لو اسبانيا كسبوا النهائي هيبقى اكتر منتخب فايز بالبطوله. ماتش اسبانيا وانجلترا بدا بسيطره اسبانيه لكن من غير اي تهديدات او خطوره حقيقيه على مرمى الانجليز، والمنتخبين كانوا نازلين مقفلين كويس قدام بعض عشان يخلص الشوط الاول 0-0 من غير اي اهداف. في الشوط الثاني بدا كالعاده بضغط من الاسبان عشان يسجلوا هدف مبكر من الشوط الثاني في الدقيقه 47 عن طريق نيكو ويليامز من تمريره لامين يامال اللي بقى نجم الماتشات والمواعيد الكبيره عشان يتقدموا وتبقى النتيجه 1-0. وبعدها الاسبان ازدادت ثقتهم وقدروا يروحوا على الجون في كذا هجمه خطيره بس من غير اي تهديف. وبعد كل الفرص اللي ضاعت دي يجي العقاب بقى من الانجليز ويسجلوا هدف التعادل في الدقيقه 73 عن طريق كول بالمر. يمشي ساكا غطى علي لابورت، سكر علي لابورت، وصل كرة بلينغهام، اضرب كرة مش ممكن، جول 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 بالمر، جول جول بالمر. بعدها اسبانيا حاولت انها تسجل عشان تحسب الماتش وما يروحوش للاشواط الاضافيه، بس الحارس بيكفورد ودفاع انجلترا كانوا حائط صد قدامهم. وفي حين الكل توقع ان المنتخبين هيروحوا للاشواط الاضافيه يجي كوكوريا في الجبهه الشمال عشان يعرض كره ارضيه للاعب اويرزابل اللي يسجل منها هدف التقدم اخيرا في الدقيقه 86. وزي ما انتم عارفين او شفتوا في البطوله ان الماتش فعلا حرفيا مش مضمون لاخر دقيقه. وانا مش بقول لك كده علشان ادي لك مثال لهدف اسبانيا ده، لا العكس، لان انجلترا كانت هترجع بالنتيجه في الدقيقه 90 لولا تصدي اوناي سايمون وداني اولمو للكره الاخيره كان زمان الماتش اتقلب، عشان بعدها تيجي صفاره النهايه اخيرا بفوز الاسبان بالماتش وبالبطوله طبعا. Campione d'Europa Spagna, siamo noi, il campione d'Europa siamo noi. على طريقة شيل، على طريقة اليو، شيل يا موراتا شيل. في كرة القدم الفريق اللي بيقدم افضل اداء مش لازم هو اللي يفوز دايما، لكن في البطولة دي اسبانيا قدمت متعة كروية وقدمت افضل اداء من غير ما يخسروا ماتش واحد في البطولة عشان الكل يشيد بمنتخب اسبانيا عن استحقاقهم الفوز بالبطولة. الدرس اللي شفناه من منتخب اسبانيا بيعلم الفرق واللعيبة لما يدخلوا ارض الملعب لازم يسيبوا سيرتهم الذاتية بره ويصدقوا في حلمهم او في مشروعهم ايا كان هم بيواجهوا مين. وانا هنا مش قصدي في مجال الكورة بس. واخيرا لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وما تنساش تنزل تشترك في قناة عمر مهدي، هتلاقيني سايب لك اللينك في الوصف. وسلام.